السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في وصفتي الجديدة. الوصفة النهاردة دي وصفة ممتازة للأنيميا. عايزة أقول لكم جبارة ومجربة، وعايزين تعرفوا مكونات الوصفة دي ادخلوا على الفيديو ده وشوفوا الوصفة أنا مشيت عليها ازاي بالترتيب، واعرفوا المكونات، وهسيب لكم إن شاء الله المقادير في آخر الفيديو. بس أتمنى إنكم تدعمونا بلايككم الجميل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير المرسلين. اول حاجه معايا كده مين البنجر بتاعي عليه افضل الصلاه والسلام. همسك بقى البنجر كده واتقشره زي ما بقشر بطاطس او اقشر اي حاجه كده بتكون ناشفه، بحب اقشرها زي ما بتشوفوا كده. القشره مقشره بسكينه باللي يكون عندكم. بقشر البنجر كده، وممكن تسلقوه بقشر زي تغسلوه كويس وتسلقوه بالقشر بتاعه، وبعد كده تقشروه بعد ما يتسلق. انا بحب اقشره كده من الاول واشطفه، وبعد كده بقطعه قطع صغيره كده، مكعبات، اي سلايس، اي حاجه بنقطعه كده قطع صغيره عشان لما نيجي نسلقه يستوي بسرعه. انا بحب اقشره ليه؟ عشان ما اضيعش من القشره فوائد كتير. برمي القشره كده بتبقى فيها تحتيها بقى حاجات حلوه احلى. بحط بقى شويه بلح، عندي انا كده شويه بلح عشان بحب احليه بالبلح. البلح دوت بقى انا عشان ناشف شويه احطه مع البنجر يطرى شويه. احطه بقى على النار واسيبه لحد ما يتسلق. واول ما الاقي اي رغوه عليه كده بشيلها، اي ريمه كده موجوده شيلوها عشان دي بتبقى مش حلوه في العصير. شيلوها خالص، اي رغوه كده على اي اكل بتشيلوها منه احسن. بصوا بقى العصير ابتدى الميه بتاعته تحمر جدا. امسكه كده الاقيه لسه ناشف شويه، اسيبه لازم يستوي كده، يبقى مستوي كويس. وبعد كده بسيبه يبرد اهو، بعد ما نزلته من على البوتاجاز اسيبه يبرد. وبعد ما يبرد خالص ابتدي بقى اجيب الشفشق بتاعي. في ناس بتحب تحط الميه بس ما بتحطش البنجر، عشان كده انا سلقت البنجر كويس قوي، وكمان حاطه البلح معاه عشان هما دول اللي هحليهم بيهم. في عايزه تحطي سكر حطي، ممكن ما تحطيش، بس لازم تحطي بلح. البلح ده مفيد جدا للانيميا. انا هتخلص من الاغلب البنجر ده عشان انا مش عايزه ده كله. انا هاخد بس حوالي بنجريه صغيره، وكل البنجر ده هنخليه ما تقلقوش. في اخر الفيديو هقولك بتشيليه تاني في التلاجة، بتاخديه كده كله. بناخد بقى من الميه دي، ما بنحطش ميه عاديه بقى، بناخد الميه بتاعت البنجر دي الميه دي مفيده جدا جدا جدا. وعندنا بقى المكون ده اهم حاجه. اهم حاجه بقى نجيب كده عصير برتقال سكري بلدي. لو جايباه بلدي بقى هتضطري تحطي سكر او حطي عسل، وبنعصر بقى، او تحطي ليمونه. الليمونه اللي عدت دي بتحطي ليمونه، لان اصلا العصير اللي فيه حديد كده، ولازم يكون فيه اللهم صل على سيدنا محمد، في الحمضيات اللي هي فيتامين سي. بنحط بقى الفراولة، وبنحط كل العصير بقى يتضرب مع بعضيه، الفراولة والبلح والبنجر والمية البنجر، ونحط ليمون او نحط عصير برتقال. بنبتدي بقى نخلص كده كل العصير. بنشوفه بقى لقيناه تخين شوية. بصوا انا شايفاه تخين شوية. اي شوية مية كده من بتوع البنجر نكمل بيها. منحطش مية بيضة خالص، مية سادة لا، حطي من مية البنجر منه فيه. وفي ناس بتحب تعمل عصير الفراولة بمية البنجر بس، براحتكم. بس البنجر برضو احنا سلقناه عشان ما يبانش في العصير، وبيبقى ناعم جدا وممتاز. البنجر بقى هنشيله بقى كده ونحط عليه مية سادة تاني، ونحطه فين؟ في التلاجة. نفضل بقى ناخد